هتتعلم كل اختصارات الكيبورد في برنامج البريمير في حلقة واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عامل لكم حلقة مهمة جدا هتتعلم فيها يعني ايه اختصارات الكيبورد، وازاي اجيب قائمة الاختصارات واعدل عليها، وايه هي اساسا الاختصارات دي، وان اكتر الناس اللي عملت حلقات عن الاختصارات يدوب بالكتير قوي جابوا 5 أو 10 اختصارات. احنا النهاردة في الحلقة دي هقول لك اكتر من 70 اختصار للكيبورد لبرنامج البريمير. جبت لك كل الاختصارات من الالف للياء. يلا بينا. بصوا يا شباب، النهارده هنتكلم عن حلقة مهمة جدا 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 لكل مونتير، وبجد هتوفر معاك وقت كبير جدا في المونتاج وانت شغال. يعني لو بتشتغل في اليوم 4 ساعات عشان تطلع تايم معين معاك في المونتاج، فانت هنا ممكن تطلع نفس الشغل اللي هتعمله في ال4 ساعات في ساعة واحدة بس، وعن ثقة. هنقول ازاي؟ اول حاجة في الحلقة لازم نعرف يعني ايه اختصار. اختصار يعني انا وانا شغال هنا عندي عدة ادوات وعدة اوامر. الادوات مثلا زي ادوات التايم لاين دي، والاوامر موجودة عندي كلها في القوائم اللي فوق. هندي مثال، انا مثلا لو شغال هنا ومحتاج اقطع حاجة، هروح مثلا على الادوات دي وهاجي على اداة الريزر تول. انا بدل ما اروح لاداة الريزر تول انا هقول لك على الحرف اللي انت هتدوسه في الكيبورد، ده الاختصار بتاع الريزر تول. طب انا لو محتاج اي امر من الاوامر بتاعه القوائم دي كلها، كل قائمه هنا فيها عده اوامر من القوائم دي كلها، انا بدل ما اروح في القوائم وافضل ادور، انا هقول لك على الاختصار بتاع كل امر انت محتاجه، واقول لك الاختصار بتاع كل اداه انت محتاجها. ادي اول حاجه كان لازم نعرفها يعني ايه اختصار. تاني حاجه لازم نعرفها ان كل اداه من الادوات اللي في البرنامج مكتوب جنبها الاختصار بتاعها. ازاي ده؟ هنيجي مثلا على الريزر تول هنا اهي، هنلاقي جنبها بين قوسين حرف السي في الكيبورد، فكده احنا عرفنا اختصارها. هنيجي على اي قائمه من القوائم دي اهي، وليكن قائمه فايل، هنيجي مثلا هنا على السيف هنلاقي مكتوب جنبه كنترول اس. الله، يعني كل اداه وكل امر عندي في البرنامج جنبه مكتوب الاختصار بتاعه. ناقص بس ان احنا نعرف الاختصارات دي ايه، وازاي اجيبها، واعرف اجيبها منين، وازاي اغير اي اختصار من حرف لحرف تاني. طب ده هنعمله ازاي؟ هنيجي هنا في قائمة الايديت اهو، وهنيجي هنا في الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو كيبورد شورت كاتس، اللي هي اختصارات الكيبورد. حتى هي كمان ليها اختصار اللي هو كنترول الت كي. هندخل هنا فيها اهي، هتفتح لنا القائمة الجميلة دي، هنلاقي كل زرار عندي مكتوب فيه الاختصار بتاعه. طب ما تسهل لنا الموضوع شويه يا عم ابراهيم. مثلا هنيجي هنا برضو هنلاقي مثلا في الاختيارات الريزر تول اهي، ومكتوب جنبها الاختصار بتاعها اللي هو حرف السي. لو طلعت هنا على حرف السي هلاقي مكتوب فيه ايه؟ الريزر تول اللي هو اداه القطع. يعني كل زرار عندي في الكيبورد اهو مثلا زي ده مكتوب فيه الاختصار بتاعه، وهلاقيه تحت هنا في القائمه اهي الريزر تول الاختصار بتاعها حرف السي. طب انا لو مش عاجبني حرف السي اقدر اضغط عليه هنا كده والغي الحرف من عندي من هنا اهو، اتشال، اصبح ان حرف السي في الكيبورد عندي فاضي. طب انا لو عايز احط تاني الاختصار بتاع الريزر تول عليه اهو، هقوم سحبه واحطه على حرف السي، اصبح تاني اللي حرف السي بقى هو الريزر تول. وهكذا انا مثلا الاختصار هنا بتاع الريبل ايديت تول لو مش عاجبني مثلا هقوم حذفه اهو، اقدر احط اي حاجه مكانه في اي حرف فاضي، يا اما ارجعه تاني اهو على حرف البي، واصبح الريبل ايديت تول هو حرف البي. هنعرف من ده ان اي تعديل هعمله هنا واي حرف هلغيه واغير الحرف، بعد ما اخلص هدوس ايه؟ سيف از. انا مش عايز اعمل اي تغييرات، انا هسيب تعديلات اللي البرنامج عاملها لي زي ما هي. هخرج من هنا كده، وكده نخش على المرحله الرابعه اللي هي ايه هي الاختصارات بقى اللي عندي، وايه هي الحروف بتاعه الاختصارات. كده انا عرفت اول حاجه يعني اختصار، تاني حاجه عرفت ان كل اداه وكل امر جنبه مكتوب الاختصار بتاعه، وتالت حاجه عرفت قائمه الاختصارات موجوده عندي فين، وازاي اقدر اغير حرف من اختصار لحرف تاني واعمل سيف ليه ازاي. هنخش بقى على رابع حاجه اللي هي الاختصارات ذات نفسها. بصوا يا شباب بقى، الحاجه الحلوه اللي هنعملها واللي محدش عملها قبل كده في اي حلقه ان كانت عربيه او اجنبيه، هو ان احنا هنقول كل اختصارات الكيبورد بكل ما تحمل الكلمه من معنى.
كل الاختصارات اللي محدش قالها قبل كده، وكمان هنقولها بطريقة سهلة جدا ومبسطة وبطريقة كمان مجمعة لكل شيء. يعني ايه؟ يعني مثلا اختصارات التقطيع هتلاقيني بقولها كلها ورا بعض بالترتيب، اختصارات التحديد هقولها ورا بعض، اختصارات تسريع وتبطيء الفيديو هتلاقيني بقولها ورا بعض، اختصارات الكتابة هتلاقيني بقولها ورا بعض، اختصارات حفظ المشروع او حفظ البروجكت كله او الخروج من البروجكت، فتح البروجكت هتلاقيني بقولها ورا بعض، اختصارات تكبير وتصغير، كل حاجة مرتبطة ببعضها هتلاقوني بقولها بشكل مرتب بحيث ان انت ما تتلخبطش. مش تبقى انت مثلا في اول الحلقة واخد اختصار للتقطيع وعدي حوالي 10 اختصارات واجي بعد كده اقول لك اختصار تاني للتقطيع، فتلاقي نفسك مشتت وعمال تقول ايه ده، ما هو لسه قايل لي على اختصار تاني للتقطيع، طب انا هعمل ده ولا هعمل ده؟ لا، انا هقول لك مثلا اختصارات التقطيع ورا بعضهم وهكذا لحد النهايه. يلا نبدا حلقتنا، يلا نبدا يا شباب، بسم الله. اول اختصار معانا يا شباب هو اختصار حرف السي. انا مثلا هنا هكبر اهو، لو انا شغال كده مثلا اهو وقفت لحد هنا وعاوز اقطع من هنا، يبقى انا بدل ما اروح للادوات واروح للريزلت تول دي واضغط عليها كده عشان اجي اقطع، لا، احنا واحنا واقفين مكاننا كده هنقوم دايسين حرف السي من الكيبورد اهو، هلاقي ان اداه الماوس عندي بتتحول لاداه القطع بتاعت الريزلت تول. اقدر اقطع من هنا كده اهو، همشي مثلا شويه كده اهو ستوب، هقوم برضو ايه قاطع تاني كده. اقدر ارجع لاداه الماوس العاديه اللي هي السلكشن تول. طيب هنرجع لورا خطوتين اللي هو طبعا كنترول زد اهو عشان نتعلم الاختصار اللي بعده. الاختصار اللي بعده انا وانا شغال كده اهو عاوز اقطع من هنا، بدل ما هروح هنا على الريزلت تول وبدل ما هدوس حرف السي، لا، وانا شغال هقوم دايس كنترول كي هلاقيه بيقطع اوتوماتيك اهو من غير ما بقى ادوس على الماوس ولا اي حاجه. انا وانا شغال اهو ادوس ستوب اقوم دايس كنترول كي قطعت، همشي شويه اهو ستوب كنترول كي اهو من غير بقى ولا حرف السي ولا اي حاجه. ادي ده تاني اختصار معانا للتقطيع. هنرجع طبعا كنترول زد تاني اهو، تمام. هنروح لتالت اختصار عندي للتقطيع وهو حرف الدبليو اهو. انا شغال اهو يا شباب، انا شغال وعاوز اقطع لحد هنا اهو، انا عاوز الجزئيه دي بس كده ومش عاوز كل الباقي بتاع الفيديو ده. هقوم دايس حرف الدبليو اهو، بلاحظ ان الجزء اللي انا عاوزه بقى موجود والجزء اللي انا مش عاوزه اتقطع، وكمان لحم باقي الفيديوهات في التايم لاين ورا الجزئيه اللي انا محتاجها بالظبط. نرجع كده تاني كنترول زد اهو عشان تاخدوا بالكم، انا شغال اهو مثلا اهو، انا محتاج الجزئيه دي لحد المؤشر ومش محتاج الجزئيه اللي ورا. كل اللي هضغطه هضغط دبليو اهو، هلاحظ ان الجزء اتقطع الفيديو بالصوت اللي انا مش محتاجه، وكمان لحم باقي الفيديوهات مع الفيديو الاولاني اللي انا محتاجه. تمام، ادي ده اختصار ثالث للتقطيع. هنرجع كنترول زد، هنقول بقى العكس، عكس الدبليو حرف الكيو اللي جنبه. انا لو مش محتاج الجزئيه دي الاولانيه ومحتاج الثانيه، كل اللي هعمله ان هضغط حرف الكيو اللي هو جنب الدبليو بالظبط اهو. يا شباب لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الجزئيه الاولانيه الفيديو بالصوت اتقطع، وكمان خد لي بقيه الفيديوهات تبدا من بدايه التايم لاين اهو. يا شباب هنرجع كنترول زد عشان تاخدوا بالكم اهو. يا شباب اكيد لاحظتوا طبعا الفرق اهو، ببقى شغال مثلا اهو جيت لحد هنا وعاوز اقطع الجزئيه ايه الاولانيه واسيب الثانيه بس، بقوم دايس حرف الكيو اهو، بلاحظ ان الجزئيه الاولانيه كلها اتحذفت والجزئيه الثانيه هي اللي مكمله معايا اهي، وكمان الفيديوهات فضلت ملحومه فيها. طيب هنرجع تاني كنترول زد ونشوف اخر طريقه للتقطيع. التقطيع مثلا خلينا هنا مثلا عشان ده فيه سيكونس كتير اهو. انا مثلا لو جاي لحد هنا كده وعاوز اقطع الجزئيه دي كلها اهو، كل حاجه على التراك تتقطع، طبعا اكيد طبعا هروح لحرف السي وهقطع هنا وهنا 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 وهكذا اهو. خد مني وقت كتير. طب انا مش عاوز ده كله، هنرجع طبعا كنترول زد اهو واقول لكم الاختصار اهو. انا عاوز اقطع كل ده رأسيا كده، كل اللي هعمله هدوس كنترول شيفت كي، الله، لقيته قطع لي كل حاجه على التايم لاين بشكل رأسي
اهو كله اتقطع في دوسة واحدة. كنترول شيفت كي. حلو جدا 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 يا شباب. هنرجع تاني كنترول زد اهو تمام. هندخل بعد كده يا شباب على اختصارات التكبير والتصغير. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي البانل دي عاوز اكبرها، انا ممكن بالطريقه العاديه كطريقه بدائيه هلاقي نفسي ايه بسحب كده واكبر البانل تمام. او لو مثلا عاوز اكبر البانل بتاعه التايم لاين هلاقي نفسي اوتوماتيك بعمل كده اهو تمام. دي الطريقه البدائيه اللي هتيجي في بال اي حد. او مثلا لو عايز اكبر البانل بتاعه الافكت كنترولز هلاقي نفسي مثلا بعمل كده. طب انا عشان اعمل الطريقه بقى الصحيحه للتكبير اعمل ايه؟ انا مثلا اهو اي بانل ان كانت البانل دي او البانل دي او البانل دي او البانل دي عاوز اكبر اي بانل فيهم وليكن دي مثلا، بضغط عليها كده ضغطه واحده كليك شمال تحدد لي المستطيل الازرق ده واقوم دايس من الكيبورد حرف الزال اهو، بلاقي البانل بتاعتي كبرت اهو بكل بساطه. لو عايز ارجع للوضع الطبيعي برضو بدوس حرف الزال اهو، وليكن برضو البانل دي اهي هضغط عليها كده ضغطه واحده كليك شمال وادوس حرف الزال اهو، برجع تاني حرف الزال اهو. البانل بتاع التايم لاين اهو بحدد عليه وادوس حرف الزال اهو وارجع تاني بحرف الزال. ده بالنسبه لتكبير اي بانل في البانل اللي موجود عندي في البرنامج. طيب لو عايز اكبر بقى شاشه العرض ذات نفسها وانا بتفرج، كل اللي هعمله ان انا هدوس كنترول زال اهو، بلاقي ان شاشه العرض عندي بقت ملء الشاشه. ابدا اتفرج بقى واشوف اللي انا عاوزه، عشان لو ما عنديش شاشات خارجيه اقدر اتفرج بمساحه العرض اللي انا عاوزها اهي. ادوس تشغيل عادي حلو جدا جدا جدا. برضه هاجي ارجع للوضع الطبيعي هدوس كنترول زال. حلو قوي يا شباب. ده تاني اختصار معانا في اختصارات التكبير. تالت اختصار تكبير وتصغير التايم لاين اهو. انا لو عايز اكبر التايم لاين او اصغر، لو عايز اكبر هلاقي هاجي عند العلامه دي اهي وهسحب كده الاقي نفسي بكبر التايم لاين، او اسحب كده اعمل العكس اصغر التايم لاين. طب انا لو مش عايز اقعد بقى اجي كل شويه هنا اعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا هدوس في الكيبورد على الزائد عشان اكبر وعلى الناقص عشان اصغر اهو، زائد وناقص تمام. طيب احنا كده كبرنا التايم لاين افقي. طب انا لو عايز اكبر التايم لاين واصغره بشكل رأسي كده، طبعا انا بروح هنا اهو وبسحب كده الاداة دي لفوق او لتحت عشان اكبر واصغر التايم لاين عندي اهو تمام. بسحب دي كده لفوق او لتحت عشان اكبر واصغر، ونفس الكلام برضو تحت اهو الاداة اللي تحت عشان اكبر واصغر تراكات الصوت عندي اهو. طب انا لو مش عايز اعمل الكلام ده بقى اعمل ايه؟ بدوس كنترول زائد اهو، هلاقي التراك عندي بيبدأ يكبر، تراكات الفيديو عندي كلها بتبدأ تكبر. ولو عايز اصغره هدوس كنترول ناقص اهو تمام يا شباب. دي اختصارات التكبير والتصغير. هنخش بعد كده على اختصارات المارك. انا مثلا اي فيديو عندي كده مثلا عاوز احط هنا مارك علامه، باجي على الكيبورد وبدوس بقف على المكان اللي انا عاوزه كده وادوس حرف الام من الكيبورد اهو، عمل لي علامه مارك اهي. جيت هنا مثلا كده وعايز اعمل مارك كمان اهو، بقف هنا وادوس ام، واجي هنا مثلا عاوز اعمل مارك كمان ادوس ام. طب حلو جدا، يبقى اختصار المارك اللي هو حرف الام من الكيبورد. طيب لو انا واقف على المارك بتاعي هنا وعاوز اروح للمارك اللي بعده او المارك اللي بعده تاني، بدوس ايه يا شباب؟ بدوس شيفت ام اهو، شيفت ام قام اتنقل من المارك للمارك اللي بعده، وادي شيفت ام بيروح للمارك اللي بعده تاني. طب لو عايز ارجع بقى للمارك اللي قبله بدوس ايه يا شباب؟ بدوس كنترول شيفت ام اهو، كنترول شيفت ام رجع للمارك اللي قبله، كنترول شيفت ام بيرجع للمارك اللي قبله. حلو جدا يا شباب. طيب لو عايز احذف اي مارك منهم، باجي على المارك اللي انا عاوز احذفه وليكن ده مثلا اهو، وبدوس كنترول الت شيفت ام، كنترول الت شيفت ام اهو، بلاقي ان المارك اللي انا واقف عليه اتحذف. هروح على اللي بعده اهو وادوس كنترول الت شيفت ام اتحذف، هروح على اللي بعده اهو كنترول الت شيفت ام. طب يا شباب ده كده لو احنا بنعمل مارك تحديد على فيديو معين. طب هنيجي بعد كده على اختصار لتحديد تاني اللي هو
مثلا عاوز اعمل تحديد للفيديو من هنا لهنا علشان مثلا اعمل ريندر او اكسبورت. كل اللي هعمله مثلا هاجي انا عاوز ابدا من هنا اهو، هقوم دايس حرف الاي من الكيبورد، عمل لي تحديد هنا للبدايه، وعاوز مثلا لحد هنا اهو، لحد السيكونس ده، اقوم دايس هنا في الكيبورد على حرف الاو اهو. يبقى انا كده عملت تحديد من هنا من البدايه اللي هو اختصار حرف الاي اللي هو الان البدايه، وهنا النهايه اللي هو اختصار حرف الاو اللي هو الاوت. في اختصار تاني برضو لو انا واقف في اي مكان على التايم لاين وعاوز اروح لنقطه البدايه عندي اللي هي دي، بدل ما اسحب المؤشر واروح والكلام ده كله، لو انا بعيد مثلا كل اللي هعمله هدوس شيفت اي اهو، بلاقي المؤشر بتاعي راح على علامه البدايه. طب لو انا عاوز اروح لعلامه النهايه بدوس شيفت او اهو. دول اختصارين تانيين برضو معانا في موضوع التحديد. طيب لو انا واقف في اي مكان في التايم لاين وعاوز احذف نقطه البدايه دي اعمل ايه؟ كل اللي هعمله هدوس كنترول شيفت اي اهو، هلاحظ ان نقطه البدايه اللي انا محددها اتحذفت. طب لو انا عاوز احذف نقطه النهايه اهو، هدوس كنترول شيفت او اهو، هلاحظ ان العلامتين بتوعي اتحذفوا اهو، نقطة البداية حذفتها لوحدها ونقطة النهاية حذفتها لوحدها. طيب هنرجع تاني كده كنترول زد اهو، ادي العلامتين عندي موجودين. طب لو انا عاوز احذف العلامتين مع بعض، علامة البداية وعلامة النهاية، اعمل ايه؟ كل اللي هعمله هدوس كنترول شيفت اكس اهو، العلامتين اتحذفوا مع بعض مش كل واحدة لوحدها. طيب تمام، لو الفيديو بقى اللي انا معلم عليه ده كده انا عاوز اعمل له تحديد الفيديو لوحده اهو، الفيديو لوحده اللي انا معلم عليه ده عاوز اعمل له تحديد. كل اللي هعمله طالما انا معلم عليه كده هدوس حرف الاكس من الكيبورد اهو، هلاحظ ان هو عمل لي نقطة بداية ونقطة نهاية، ده للفيديو اللي انا محدده. هنرجع تاني كنترول زد اهو ونشوف بقى لو احنا عاوزين نعمل مجموعة فيديوهات. احنا كده خدنا فيديو واحد تمام. طب انا مثلا لو معايا مجموعة كده اهو مثلا زي دول اهو، انا حددتهم اهو بالماوس، عاوز اعمل لهم ايه؟ بداية ونهاية. كل اللي هعمله هدوس على حرف الظا من الكيبورد اهو، هيحدد لي نقطة بداية ونقطة نهاية للمجموعة الفيديوهات اللي انا اخترتها. هنرجع برضو كنترول زد. طيب انا لو عايز احدد كل الفيديوهات اللي عندي دي اعلم عليها كده عشان احركهم، اعمل ايه؟ بدوس كنترول ايه اهو، كنترول ايه قام معلم لي على كل حاجة في التايم لاين، اقدر كده بقى اسحبهم كده براحتي. تمام، كنترول ايه. طب لو انا عاوز الغي التحديد ده اعمل ايه؟ بدوس كنترول شيفت ايه، بيلغي لي التحديد. طيب لو انا دلوقتي بقى عاوز مثلا ايه؟ الفيديوهات هنا اهو، هنكبر شويه كده، الفيديوهات من هنا كده من اول هنا هاخد كل ده لوحده لحد النهايه. طبعا المفروض ان انا بقى طبعا ايه، هعمل كده بالماوس وافضل ماشي كده اهو لحد ما احدد كله تمام، عشان ابدا احرك بقى يمين وشمال، صح؟ لا احنا هنعمل حاجه حلوه قوي قوي اهو، في الكيبورد اختصار حرف الاي اهو، بيحول لي اداه الماوس عندي للعلامه دي، ابدا منها بقى اشوف المكان اللي انا عاوز احرك منه، وليكن مثلا هنا كده اهو، وابدا امشي كده بلاقيه، بلاحظ ان هو حدد لي كل الفيديوهات من اول نقطه البدايه اللي انا ضغطت عليها لحد اخر الفيديوهات اهو، اقدر احركها يمين وشمال براحتي وازود واشيل واحط براحتي اهو بضغطه واحده حرف الاي. حلو جدا. هنرجع تاني كنترول زد، نرجع تاني اهو ندوس حرف الفي عشان علامه السلكشن تول. انا دلوقتي برضو في خاصيه حلوه برضو في البريمير، اختصار لان انا ممكن اقسم التايم لاين عندي لعده مجموعات. ازاي دي يا عم ابراهيم؟ وضحها لنا. هقول لك، انا مثلا ممكن احدد شويه الفيديوهات دول كده اهو لحد هنا كده، انا عاوز كل ما اجي احرك الاقي المجموعه دي لوحدها، اعمل ايه؟ بعد ما حددتها كده بالماوس بدوس كنترول جي اهو، اصبحت المجموعه دي مجموعه ثابته. انا في اي وقت جيت اعمل كده من اول بس محرك المؤشر بلاقيهم اتجمعوا مع بعض كده في شكل مجموعه. حلو جدا جدا جدا. نعمل حاجه تانية برضو اهو مثلا عشان نوضحها، وليكن مثلا خدوا بالكم معايا المجموعه دي اهو انا حددتهم كده، هقوم دايس كنترول جي اهو، اصبحت دي كمان مجموعه. لاحظوا كده معايا اهو، اول ما جيت احرك المؤشر اوتوماتيك المجموعه اللي انا كنت محددها من شويه اتجمعت اهي.
تمام. هاجي هنا برضو اول ما اجي اعمل كده هلاقي المجموعه اللي انا كنت محددها في الاول برضو عملت مجموعه حلوه جدا جدا. اقدر اتحكم في دي لوحدها اهي، واجي هنا كده اهو. اول ما اجي اعمل كده هلاقي المجموعه اهي اللي انا كنت محددها وعامل لها جروب برضو بدات تتحدد كمجموعه واحده اهي. الله، ده حاجه جميله قوي قوي قوي. نرجع تاني طبعا كنترول زد اهو، رجعنا كل حاجه لوحدها. طيب دي لسه مجموعه ودي لسه مجموعه. افك بقى حوار المجموعه ده ازاي؟ بدوس كنترول شيفت جي. احنا عملنا المجموعه الاول كنترول جي، هنفك المجموعه بكنترول شيفت جي اهو. كنترول شيفت جي اهو. بصوا يا جماعه الموضوع بقى عادي، ولا عملت لي مجموعه ولا اي شيء. تمام. هنا دي لسه مجموعه اهي، هقوم دايس كنترول شيفت جي اهو. اصبح كل سيكونس لوحده اهو، كان فيديو او صوت، ما عمليش مجموعه ولا اي شيء. حلو قوي 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 يا شباب. طيب هنرجع تاني بقى من اول الفيديوهات اهو، من اول التايم لاين اهو، عشان نبدا نشوف اختصارات جديده. هنيجي مثلا على اختصارات الصوت. احنا هنا عندنا اختصار حرف الجي. تمام اهو، حرف الجي. انا مثلا لو شغلنا كده اهو، تمام. انا لو عاوز اعلي الصوت بتاع التراك ده بعمل ايه؟ طبعا بضغط عليه كده وبروح لقائمه الافكت كنترولز وبجيب الفوليوم وابدا ازود من هنا، ازود الصوت او اقلله. تمام. انا من غير ما اروح هنا في قائمه الافكت كنترولز، كل اللي هعمله وانا واقف كده على تراك الصوت هدوس حرف الجي من الكيبورد، هتجيلي القائمه الجميله دي اهو. هبدا هنا ازود لفوق، اعلي الصوت او اقلل لتحت، اوطي الصوت. اختصاره ايه يا شباب؟ حرف الجي. طب عندي اختصار تاني للصوت برضو اللي هو شيفت جي. طب الشيفت جي ده بيعمل ايه يا عم ابراهيم؟ اهو شيفت جي بيجيب لنا القايمه الجميله دي. انا ساعات كتير ببقى مسجل صوت، فبلاحظ ان المايك مثلا مسجل لي اليمين بس ومش عامل الشمال، او الشمال بس وسايب ايه؟ وسايب اليمين. فانا مثلا هنا هلاقي ايه؟ الليفت والرايت، اليمين والشمال. طبعا عارفين ان الرايت يمين والليفت شمال. انا مثلا لو دخلت هنا ولقيته معلمني على السماعه الشمال، يبقى انا اقوم حاطط هنا ايه؟ اليمين. لقيت العكس مثلا اهو، هو معلم لي على السماعه اليمين، اقوم انا معلم على السماعه الشمال. كده اليمين والشمال شغالين مع بعض. حلو جدا. دي الاختصارات بتاعه الصوت. هنيجي بعد كده على اختصارات السرعه. هناخد نسخه من ده كده كوبي اهو، ونروح لنهايه التراك اهو وننزله هنا. تمام. طبعا احنا عارفين لما بنيجي نسرع فيديو او نبطئه، عارفين طبعا ان احنا بندوس على السيكونس اللي احنا عاوزين نسرعه او نبطئه، كليك يمين وبنيجي هنا عند سبيد اند ديوريشن. اوكي. طيب انا مش عاوز بقى ولا ادوس كليك يمين ولا الكلام ده. كل اللي هعمله هنا هقوم ضاغط على كنترول ار اهو. هلاحظ ان القايمه اصلا اللي كانت هتطلع لي طلعت لي اوتوماتيك اهي. ابدا اعمل عليها تعديلاتي وادوس اوكي اهو، من غير ولا ادوس كليك يمين ولا اي حاجه. كنترول ار. في اختصار تاني للسرعه ممكن اعمل ايه لو انا عاوز اسرع فيديو او ابطئه، ونفس الكلام في الصوت. بدوس حرف الار فقط اهي، حرف الار. بلاحظ ان الماوس عندي علامه السلكشن تول اتحولت للاداه دي اهو. لو خدت الفيديو كده وقللته هلاحظ ان الفيديو بقى سريع اهو. تمام. طبعا احنا هنقفل الصوت هنا عشان ما يدوشناش اهو. نجيب من الاول تاني. الفيديو بقى سريع. ولو عملت العكس وسحبته كده وفردته هلاحظ ان الفيديو بتاعي بقى بطيء اهو. اختصار سهل وجميل جدا، حرف الار. نرجع تاني طبعا كنترول زد اهو. هنخش بعد كده على اختصارات التنقل. اول حاجه يا شباب، لو انا في اي مكان على التايم لاين وعاوز ارجع لبدايه التايم لاين بدوس من الكيبورد هوم اهو. بلاحظ ان هو جاب لي المؤشر على اول نقطه في التايم لاين. طب لو انا عاوز ارجع العكس في نهايه التايم لاين عندي عند اخر سيكونس بدوس ان اهي. طيب لو انا دلوقتي ايه اهو شغال على التايم لاين وعاوز اتنقل بين كل فيديو، بين كل سيكونس اهو، بدوس ايه؟ السهم الفوق بيرجعني على اول كل فيديو اهو،
والسهم اللي تحت بيوديني لنهاية كل فيديو اهو 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 يا شباب. حلو جدا جدا. يبقى السهم الفوق اهو بيوديني على بداية كل فيديو، والسهم اللي تحت بيوديني لنهاية كل فيديو. حلو جدا. طيب هنخش على اختصار جديد للتنقل. انا دلوقتي لو انا ماشي اهو عندي التايم لاين طويل وعامل فيلم مثلا ساعة ونص ولا ساعتين، هفضل ماشي كده ساحب المؤشر وماشي كده. طب مفيش حاجة تانية؟ لا في حاجة تانية وحاجة سهلة جدا. هدوس من الكيبورد حرف الاتش اهو، بلاحظ ان علامة السلكشن تول بتاعتي بتتحول لعلامة هاند يد. ابدأ منها امسك التراكات كده وامشيها كأني بقلب في مجلة او في كتاب اهو. جميل قوي قوي يا شباب اهو. ملاحظين معايا؟ ابدأ اتفرج واشوف اللي انا عاوزه اهو. تمام، سواء كان يمين او شمال اهو يا شباب. اختصار سهل وجميل ويخليني اتفرج على كل التراك عندي بسهولة كأني بقلب في كتاب. تمام يا شباب. طيب هنيجي بعد كده على اختصارات النسخ بقى والنقل بقى، الكوبي والكات والباست. لو انا مثلا عاوز اخد الفيديو ده بالصوت بتاعه كوبي، بدل ما احدد عليه وادوس كليك يمين واروح هنا اعمل كوبي او كات، لا الموضوع سهل جدا. لو انا عايز اخد كوبي بحددهم كده وادوس كنترول سي. لو انا عاوز اخدهم كات بحدد عليهم وبدوس كنترول اكس. تمام يا شباب. لو انا عاوز انزلهم في اي مكان بقف في المكان اللي انا عاوزه وبدوس كنترول في اللي هي بيست. طب لو انا عاوز اكرر اي سيكونس في التايم لاين، يعني مثلا الفيديو اللي انا واقف عليه ده عاوز اكرره اخده نسخه، كل اللي انا هعمله هدوس الت من الكيبورد واسحب الفيديو مكان ما انا عاوز اهو. عمل لي نسخه جديده اهو. مثلا الصوت ده اهو هدوس عليه كده وادوس الت واسحبه هعمل لي نسخه جديده. مثلا الصوت ده كده هسحبه اهو الت هيعمل لي نسخ. هاجي هنا مثلا الفيديو ده الت اهو هيعمل لي نسخ. اسحب واحطها في اي مكان. هنرجع تاني لاول التايم لاين. هنيجي بقى للحذف. انا مثلا لو عاوز احذف اي حاجه على التايم لاين بحدد عليها كده، بدوس عليها كليك شمال مره واحده واقوم دايس ديليت. تمام حلو اهو. لو انا مثلا اهم دول مثلا حددت عليهم كده وبدوس ايه ديليت. طب ده مثلا شلته وعمل لي فجوه هنا. طب عشان ما اعملش فجوه هنا واخلي الفيديوهات دي تبدا من بدايه التايم لاين اعمل ايه؟ نرجع خطوه كده اهو. بقوم محدد اللي انا عاوز احذفه وادوس شيفت ديليت. بلاحظ ان هو حذف لي الجزء اللي انا مش عاوزه وبدا لي الفيديوهات من البدايه من التايم لاين. حتى لو في نص التايم لاين هنا اهو انا حددت دول ودوست شيفت ديليت، بلاحظ ان هو حذفهم ولزق الفيديوهات في بعض. حلو جدا جدا يا شباب اهو. بنرجع تاني كده. طيب انا عندي برضو حذف تاني خالص. لو انا عاوز مثلا احذف قائمه من بانل معينه، وليكن مثلا قائمه الافكت كنترول، بعمل ايه يا شباب؟ بدوس كنترول دبليو. بلاحظ ان القائمه بتاعه الافكت كنترولز اختفت من هنا اهي، مش موجوده. طيب البانل اللي متحدد عليها دلوقتي اللي هي ايه؟ اوديو كليب ميكسر اهو. لو حددتها كده ودوست كنترول دبليو هلاحظ ان هي ما بقتش موجوده اهو مش موجوده. موجود دلوقتي الثلاث قوائم دول اهو. هنحدد مثلا على السورس اهو، قائمه السورس، وهدوس كنترول دبليو. هاجي هنا بص مش هلاقي قائمه السورس. يبقى انا عشان احذف اي قائمه من اي بانل بحدد القائمه اللي انا عاوز احذفها وبقوم دايس ايه؟ كنترول دبليو. هنجربها هنا برضه اهو. مثلا وليكن قائمه الافكتس اهو، انا واقف على قائمه الافكتس اهي، هدوس كنترول دبليو هلاحظ ان هنا ما بقاش فيه قائمه الافكتس. تمام. هنرجع هنا تاني عشان نكمل بقى الاختصارات اللي فاتت دي اللي هي اختصارات الحذف. هنيجي هنا مثلا لو احنا عملنا اي خطوه عايزين نرجع لورا، لو غلطنا اي غلط، وليكن مثلا ان احنا جينا هنا عملنا ايه؟ قطعنا مثلا بالغلط. تمام، شلنا الحته دي بالغلط. اعمل ايه؟ كل اللي هعمله هدوس من الكيبورد كنترول زد بيرجع لي خطوه، وادي كنترول زد يرجع لي خطوه تاني، وهكذا. لو عايز اقدم بقى خطوه عكس اللي انا رجعته بدوس ايه يا شباب؟ بدوس كنترول شيفت زد اهو، رجع لي خطوه اللي انا كنت رجعت فيها من شويه، وهدوس تاني كنترول شيفت زد رجع لي كمان خطوه. الله، حلو جدا جدا. يبقى عشان ارجع خطوه انا غلطت فيها بدوس كنترول زد. طب عشان ارجع بقى الخطوه تاني عكسها تماما بدوس كنترول شيفت زد. حلو جدا جدا يا شباب.
نكمل بقى بقيه الاختصارات. مثلا لو عاوز اعمل حفظ للبروجكت، تمام، طبعا المفروض ان انا اجي هنا فايل واقوم نازل هنا على سيف. لا، احنا مش عايزين نعمل كده، واحنا شغالين مثلا عملنا شويه تغييرات وخايف ان الحاجه دي تضيع او تبوظ، مثلا وليكن مثلا حذفت ده، عملت ده، جبت ده، هقوم دايس كنترول اس اهو بيعمل لي حفظ للمشروع. طب لو عاوز بقى اعمل حفظ للمشروع ذات نفسه في مكان على الكمبيوتر، بدوس كنترول شيفت اس اهو، هيفتح لي يقول لي انت عاوز تحفظ البروجكت فين. هختار المكان مثلا اهو وليكن هنا مثلا، وادوس له سيف. اوكي. طب لو عاوز اخد نسخه من المشروع، بدوس كنترول الت اس، كنترول الت اس اهو، هياخد لي نسخه من المشروع اهو، واخدها كوبي، يعني النسخه الاصليه اهي والنسخه الثانيه اهي، دي النسخه الاصليه ودي النسخه الجديده منها، وادوس سيف. تمام يا شباب. طيب لو عايز افتح مشروع جديد اعمل ايه؟ بدوس كنترول او اهو، اهو هيفتح لي مشروع جديد ملوش علاقه بالمشروع اللي انا شغال فيه اهو، كنترول او اهو يا شباب، فتح لي بروجكت تاني اللي انا اخترته اهو. طب لو عايز اقفل المشروع هدوس كنترول شيفت دبليو اهو، بيقول لي عاوز تحفظ ولا مش هتحفظ ولا تكنسل. تمام يا شباب. لو عاوز اقفل بقى المشروع خالص، بدل ما اروح ادوس هنا اكس، اعمل ايه؟ هدوس كنترول كيو اهو، نفس اللي انا لسه عامله من شويه اللي هو كنترول شيفت دبليو، ده برضو اختصار تاني كنترول كيو اهو. طب لو انا عاوز اعمل امبورت من الكمبيوتر عندي واخد فيديوهات، اعمل ايه؟ بدوس كنترول اي اهو، بيفتح لي جهاز الكمبيوتر عندي، اختار منه انا عاوز ايه، مثلا وليكن مثلا هاخد الاثنين سيكونس دول، وبدوس اوبن اهو، نزلهم لي هنا اهو. طب يا شباب اختصارات الكتابه معانا بقى، حرف التي اهو، انا وانا واقف مكاني كده في اي حته في التايم لاين بدوس حرف التي، بتتحول لي الاداه اوتوماتيك من السلكشن تول للتيب تول. اوكي يا شباب، ادي اول اختصار في الكتابه. طب تاني اختصار، لو انا عايز اكتب على اي فيديو بدوس كنترول تي اهو، بيجي لي مكان النص على طول كده، اول ما اضغط كنترول تي بيجي لي مكان النص اللي انا هكتب عليه. حلو جدا. هنرجع طبعا كنترول زد. طيب عندنا اختصار برضو في الكتابه اللي هو كنترول الت ار اهو، بيعمل لي مربع هنا اقدر اكتب فيه اللي انا عاوزه. حلو جدا. هنرجع تاني كنترول زد، وفي اختصار عندنا تاني اللي هو كنترول الت اي، ده هيعمل لي دايره كده او شكل بيضاوي اقدر برضو اكتب فيهم اللي انا عاوزه. نرجع طبعا كنترول زد. طيب يا شباب لو احنا شغالين كده مثلا ودخلنا الدنيا ببعضها، بوظنا الدنيا، مثلا حطينا البانل دي في البانل دي والبانل دي مكان البانل دي، بوظنا الدنيا كده، نعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا قبل كده هنروح لقائمه الويندو اهو والورك سبيسز، ونيجي هنا عند ريست تو سيف لاyout اهو. طب ما اختصارها موجود جنبها اهو اللي هو الت شيفت زيرو اهو، وانا موجود في اي مكان اقوم دايس ايه؟ الت شيفت زيرو اهو. يا شباب بنلاحظ ان هو عمل لك اعاده ضبط مصنع اوتوماتيك وكل حاجه رجعت زي ما كانت. حلو جدا جدا جدا. طبعا يا شباب احنا عارفين قبل كده وقلنا ان احنا عشان نعمل اكسبورت لازم مثلا نطلع ايه على قائمه الفايل هنا، ونيجي على اكسبورت ونروح لميديا. طب ما الاختصار اهو كنترول ام اهو، بعد ما خلصت بدوس من الكيبورد عندي كنترول ام اهو. يا شباب هيجيب لي القائمه الجميله بتاعه الاكسبورت، يبقى اختصارها كنترول ام. لو انا شغال يا شباب كده مثلا واخترت السورس ده مثلا كده اهو، وضغطت عليه كده وفتح لي فوق في قائمه السورس اهو، وجيت مثلا هنا دوست حرف الاي حددت، وجيت لحد هنا كده دوست حرف الاو حددت الجزئيه دي. طبعا انا عارف لو انا سحبت كده هنزل الفيديو هنا على التايم لاين، ولو جيت اسحبه عشان احطه هنا فانا لازم افضله مساحه، عشان لو انا سحبته كده هينزل على اي فيديو اهو، بوظ لي الدنيا. طب انا اعمل ايه؟ كل الحكايه لو انا مثلا عاوز احطه هنا مثلا كده اهو، هنكبر شويه عشان تشوفوا، عاوز مثلا احطه بين الفيديوهين دول اهو، تمام. كل اللي هعمله وانا بسحبه هدوس كنترول اهو اهو، هلاحظ ان هو اتحط بين الفيديوهين اهو من غير ما يجي على اي فيديو منهم اهو. السيكونس اهو اللي انا سحبته من فوق وانا دايس كنترول.
طول ما انا دايس كنترول بنزله في المكان اللي انا عاوزه. اهو هنعملها تاني اهو، نزل يا شباب اهو من غير ما يجي على الفيديو اللي جنبه تماما اهو يا شباب. حلو جدا. لو انا شغال يا شباب كده اهو، علامة الماوس بتاعتي معمولة اهو، وعاوز اجي هنا على علامة البين تول دي، بدل ما اروح عندها حتى اختصارها جنبها مكتوب حرف البي اهو، وانا شغال كده عادي اقوم دايس حرف البي التقيلة من الكيبورد اهو، بلاحظ ان اداة الماوس عندي اتحولت لاداة البين تول. اي بدل ما اروح هنا وبتاع، عاوز ارجع تاني لنفس الوضع الطبيعي بدوس حرف الفي عشان يرجع لاداة السلكشن تول. طيب لو انا شغال كده مثلا اهو، مثلا هنا اهو، مثلا شغال هنا اهو على السيكونس ده، وعاوز اجيب الفيديو بتاعه هنا في السورس، اعمل ايه؟ بدوس كليك شمال مرتين اهو، بلاحظ ان هو فتح لي الفيديو كامل في القايمه عندي بتاعه السورس اهو، مش الجزء بس اللي انا محدده، لا الفيديو كامل من اوله اهو. تمام اهو، الفيديو كامل من اوله لاخره. طيب عشان اجيب القايمه بتاعه الاختصارات بتاعتي اللي في البرنامج اللي احنا قلنا عليها في الاول، بدوس كنترول الت كي اهي يا شباب، بلاحظ ان هي ظهرت لي اهي. يعني بدل ما اجي هنا في قائمه الايديت زي ما قلنا واجي هنا على كيبورد شورت كاتس اهي، الاختصار بتاعها كنترول الت كي. طيب لو انا شغال على اي سيكونس من دول كده وعايز اقفل الصوره بتاعه الفيديو بتاعي، طبعا احنا عارفين لو احنا ضغطنا هنا كده على علامه العين هيقفل لي كل الصوره اللي على تراك 1 ده اهو، تراك 1 هلاقي كل الصوره هنا مقفوله اهو اهو. طب لو انا عاوز اقفل فيديو بعينه اعمل ايه؟ هقف على الفيديو وادوس شيفت اي، يبقى الفيديو ده بس هو اللي مقفول، انما اللي جنبه مفتوح اهو، اللي على اليمين مفتوح واللي على الشمال مفتوح ما عدا هو اللي مقفول. هدوس شيفت اي تاني هيقوم راجع شغال تاني، هدوس شيفت اي هيقفل، شيفت اي هيرجع تاني. حلو جدا. طيب لو انا عاوز اخد صورة من الفيديو بتاعي اهو، لو انا ضغطت هنا هيجيب لي احفظ الصورة فين. طيب الاختصار بتاعها ايه بقى من غير ما اروح هنا؟ وانا واقف على الفيديو كده الكادر ده عاجبني، هقوم ضغط كنترول شيفت اي، كنترول شيفت اي اهو، نفس القايمه ظهرت، بيقول لي عايز تحفظ الصوره فين؟ تمام اهو، من هنا كده هختار مكان لحفظ الصوره وادوس اوكي. حلو جدا. طبعا احنا عارفين لو انا عاوز اعمل ريندر، طبعا في الاول هنا قلنا بنيجي نشوف مثلا الجزئيه اللي احنا عاوزين نحددها، وليكن هنا نعمل اي، وهنا مثلا كده هنعمل او اللي هي البدايه والنهايه، ولو عاوز اعمل ريندر بقوم دايس الانتر. تمام اهو، انتر كده بيعمل لي ريندر للجزئيه اللي انا محددها، يبقى بحدد وبدوس انتر بيقوم عامل لي ريندر للمكان اللي انا حددته. انا هنا مثلا اهو، وعاوز نفس الثانيه اللي انا شغال عليها هنا هي اللي تشتغل لي هنا في قائمه السورس، بدوس حرف الاف اهو، بلاحظ ان نفس الثانيه اللي انا واقف عليها هنا في البانل بتاعه العرض هي نفس الثانيه اللي انا واقف عليها هنا في قائمه السورس. حلو جدا جدا جدا. تمام نجربها تاني اهو، انا مثلا لو واقف هنا اهو طبعا دي نفس الثانيه اللي هنا في البانل عندي، لو انا عاوز اشغلها هنا في قائمه السورس بدوس حرف الاف اهو، بلاحظ ان هي جات لي اهي نفس الثانيه، عشان لو عايز بقى اخد حاجه قبلها او حاجه بعدها. طيب لو انا شغال يا شباب كده ولاحظت ان السيكونس ده كنت عاوز اطوله شويه، اعمل ايه؟ كل اللي هعمله هدوس شيفت تي، فبيعمل لي الاداه دي كده وبيفتح لي القائمه دي معايا. لو دوست هنا اللي هو زائد 1 او بلس 1 او بلس 5 هيزود لي السيكونس بتاعي شويه، وطبعا بالسالب هنا اللي هو سالب 1 وسالب 5، لو انا طبعا دوست هنا على السالب 1 هيقلل لي السيكونس بتاعي، تمام، حسب الدرجات اللي انا هختارها. طب نجرب، دوس مثلا ايه بلس 1 اهو، زود لي السيكونس بتاعي، لو دوست تاني زود لي السيكونس، لو دوست 5 اهو بلس 5 زود لي السيكونس. تمام، هنرجع كنترول زد اهو. طب لو انا عاوز اقلل، لو دوست سالب 1 اهو قلل لي السيكونس بتاعي، لو سالب 5 قلل لي السيكونس قوي. تمام حلو جدا. هنرجع تاني كنترول زد. طيب طبعا احنا عارفين لما بنيجي نحرك اي سيكونس كده ونيجي عند اول تحديد زي كده اهو، بتلاحظ ان اول الحرف كأن في مغناطيس وقفك كده اهو، اللي هي اداة المغناطيس دي اهي. طب لو الاداة دي مش موجودة كده، بدل ما اروح افتحها اختصارها على الكيبورد حرف الاس اهو،
ادوس اس تشتغل، ادوس اس تتلغي اهي. ملاحظين يا شباب؟ اهو اداة المغناطيس اختصارها حرف الاس. هندوس كنترول زد عشان نرجع تاني. هيبقى معانا كده اخر اختصارين، اللي هو اختصار الريبل تول وهي اختصارها حرف البي الخفيفة من الكيبورد. اهو لو ضغطت حرف البي اهو لاحظنا ان الاداة اتفعلت، اللي هي الريبل اديت تول اختصارها حرف البي ومكتوب جنبها اهو. تمام؟ هنرجع تاني من حرف الفي وهيبقى عندنا اخر اختصار اللي هو السليب تول واختصاره على الكيبورد حرف الواي اهو. اشتغل اوتوماتيك اللي هو سليب تول اختصاره حرف الواي اهو. بس كده يا شباب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل حلقاتنا. ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خير. السلام عليكم.